قديش أبدعوا الإيطاليين بالمعكرونات. بس هاي المعكرونة يا جماعة رهيبة، أرابياتا بالكريمة اسمها، مزيج بين الصلصة البيضاء والحمراء. قد ما أحكي لكم الطعم خرافي، أكثر من خرافي يا جماعة، خيالي. متأكدة أول ما تشوفوا الوصفة رح تجربوها. بدون دجاج أو لحوم، كثير يحبوها عندك في البيت ورح يطلبوها منك دايما، وربع ساعة بس رح تكون جاهزة معك. خليني أحكي لكم قبل ما نبلش، دعمكم لصفحتي جدا مهم، اللايك كثير بيفرق معي، ما تتخيلوا قديش بيساعد بنمو الصفحة. احتفظوا بالوصفة لحتى تلاقوها لما بدكم إياها، وشاركوها على صفحتكم لحتى ما تتغلبوا لما تحتاجوها. نصلي على سيدنا محمد كالعادة، وبسم الله الرحمن الرحيم. طنجرة رح أنزل مي مغلية، ورح أضيف معلقة صغيرة ملح ومعلقتين كبار من الزيت النباتي، ورح أنزل المعكرونة. وأنا هون استخدمت معكرونة الفوتوتشيني، كتير زاكية في هاي الوصفة، انتي اختاري أي نوع بدك إياه عادي زي ما بدك. بدي أحكي لكم إنه استواء المعكرونة بيكون مكتوب على الكيس تبعها قديش مدة استوائها. أنا كان مكتوب على الكيس تبعي تقريبا 5 دقايق، أخذت معي من 5 ل7 دقايق تقريبا على نار وسط، وكانت جاهزة معي. بعد هيك أنا رح أنزل بقلاي زيت نباتي، ورح أضيف بصلة مفرومة، أنا هون قطعتها صراحة حجم هيك وسط. بعد هيك رح أترك البصل يتشوح شوي، ورح أضيف حبة من الفلفلة، كان عندي فلفلة صفرة ضفت حبة، تمام، برضو قطعتها حجم وسط، مو كثير كبير ولا صغير، ورح أتركها هيك تقريبا 3 دقايق نار وسط مغطى عليها لحتى تتدبل شوي. بعد هيك أضفت حبتين من البندورة حجم وسط، تمام، أنا مقطعيتهم، وبرضو رح أتركهم شوي لحتى يذبلوا شوي مع الفلفلة والبصل. وبعد هيك أضفت معلقتين كبار من معجون الطماطم، تمام، ورح أتركهم يتسبكوا شوي معجون الطماطم تقريبا دقيقتين، كله هذا نار وسط، تمام. بعد هاي المرحلة رح أضيف أنا علبة من كريمة الطبخ، مو كثير كبيرة ولا صغيرة، حجم وسط استخدمت، ورح أضيف كوب من الحليب. أنا ضفت كوب مي، ضفت له معلقتين كبار من حليب البودرة، ورح أتركهم يتسبكوا شوي. بعد هيك رح أضيف أنا البهارات، أضفت ظرف من الماجي، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، رشة من جوزة الطيب كثير زاكية بهاي الوصفة، ومعلقة صغيرة من البابريكا الحلوة، ومعلقة كبيرة من الأوريجانو، ومعلقة صغيرة من الملح، وهيك رشة خفيفة من الشطة الحارة اختياري. بعد هيك أنا رح أضيف 4 حبات من جبنة المثلثات مثل ما أنتم شايفين، بتقدروا تضيفوا أي جبنة كريمي، هاي الخطوة اختيارية يا جماعة، بس هي بتدسم الصلصة. وممكن تضيفوا علبة قشطة بصير، وممكن تضيفوا ظرف من كريمة الحلويات، في ناس ما بتعرف إنه بتنضاف على الأكل عادي بصير، بتعطي طعم رهيب يا جماعة، جربوها. أضفت أنا شوي كمان من الموزاريلا لحتى تدسم أكثر الصلصة. وبعد هيك كانت عندي جاهزة المعكرونة. أنا تركت تقريبا الصلصة البيضة تتسبك شوي لبين ما جهزت المعكرونة تماما. أخذت المعكرونة صفيتها، وبعد هيك أضفتها في الطنجرة، وأضفت عليها الصلصة البيضة، وبأي بايركس عندك أو صينية عادي بصير رح تنزلي المعكرونة لحتى تضيفي على الوجه جبنة. وهاي الخطوة اختيارية، بس أنا حبيت أضيف جبنة الموزاريلا على الوجه، وراح أصفها منيح بالبايركس، أوزعها على كامل البايركس المعكرونة. وبهاي المرحلة بتقدروا عادي تقدموها، بس أنا حبيت أضيف على الوجه موزاريلا أطيب صراحة. حطيت على وجهها الموزاريلا، وبعد هيك رح أدخلها على الفرن فقط على الشواية، بس من فوق يا جماعة، ما دخل الفرن من تحت، بس من فوق لحتى تذوب الجبنة. بعدين رح أطلعها وأقدمها. بدي أحكي لكم أنا عم بذكر كل التفاصيل لأنه في ناس عندي صبايا جد عم بيتعلموا الطبخ، وفي صبايا عمرهم ما طبخوا وعم بيجربوا الوصفات، فاعذروني، بحب أحكي التفاصيل كاملة لحتى يفهموا علي. وما شاء الله بعد هيك قدمتها، شوفوا ما شاء الله كيف طلعت يا جماعة، بتشهي. متأكدة إنكم رح تعتمدوها دايما بسفرتكم كنوع من التغيير. هالمعكرونة كتير رح تحبوها، وبالبيت كتير رح يحبوها، وبالجمعات كتير رح تبيض وجهكم، ما شاء الله كتير زاكية. جربوها بهالطريقة رح تعتمدوها دايما. بدي أحكي لكم دعمكم للصفحة جدا مهم، لايك وكومنت على الوصفات كتير بتفيد الصفحة لحتى ينمو تفاعل الصفحة فيكم، انتوا أساس الصفحة، فدعمكم لإلي كتير مهم. هالوصفة لغدا لعشاء كتير زاكية وبتشبع ما شاء الله. بدي أحكي لكم شاركوني تطبيق الوصفات، كتير بكون مبسوطة لما تبعثولي إنكم طبقتوا وصفاتي ومبسوطين فيها وكتير زاكية. بالعافية عليكم، وألف صحة وهنا، جربوها واحكوا لي رأيكم.